خلي الكوليسترول يبكي في صمت. اتحداك يا ويزو، انا السيك اي اكل كلت فلاحي مشويات طواجن كلته قبل كده. تحدي. انت واعي للي انت بتقوله يا شيف؟ طب يلا بينا. فلما سمعت ان قرية جده بتعمل الاكل بتاع جدك وستك من بتاع زمان، والشيف كمان اتحداني، فكان لازم اروح واجرب. طلبت صينية بابا جده فيها كفتة، طرب، شيش، كباب، سجق ومحشي بيتي. الكباب يا جدعان اجمد حاجة فيها هو والمحشي البيتي ولا غلطة، والكفتة محتاجة تبقى جوسي شوية، انما الطرب كان جوسي على اخره، والسجق بقى اللي دايما بحب اللفة بتاعته دي طعمه طلع حرش. الفراخ بقى نضيفة وتتبيلتها حلوة. نخش بقى على الطواجن: طاجن ورق عنب كوارع، طاجن عكاوي، طاجن بطاطس باللحمة. وانزل لي بقى بالعكاوي ايه دايبه وخلصانه كيفتني، وطاجن الورق عنب والكوارع ايه الاتنين كده تحس ان هما شاربين من بعض. طبعا بقى بطاطس باللحمه مع شويه رز بالشعريه، تنزل بقى بالبطاطس على الرز وتسقسقه مع حته اللحمه وتودي. وشوربه الكوارع اللي انا جربتها هناك في الجون، تاخدها بقى مع فتة الموزة، لحمة الموزة دايبة مع شوية الفتة جامدين، وفتة الموزة ما تحلاش غير مع شو الملوخية. الرقاق ما يتاكلش الا كده، حته رقاق عليها حته القشطه عليها حته رقاقه تانية، وخلي الكوليسترول يبكي في صمت. طبق رز معمر عليه قطعه قشطه واحده لا تكفي، لازم ننزل عليه بالحته التانية ونسيح كده. لازم يسقسق بالقشطه، مليانه قشطه يا خرابي. مش قلت لكم الكوليسترول يبكي في صمت؟ دي بالذات هزعل قوي يا شيف لو طلعت فاستك، ادوق واشوف. لا حلوه يا شيف. في قرية جده أنا عشت تجربة أكل فلاحي أصلي في أجواء ريفية، وده كله في قلب مدينة نصر، سواء القعدات الأول دور أو الخيم البدوي والقاعات الVIP اللي كانت تحفة فعلا، حاجة كده في البرايفت منه بحمام خاص حبيت أخد فيها الشاي والكنافة. يلا جو.